رمضان السنة دي مفيش هزار. تعالوا نشوف القايمة اللي هتقلب الموازين. نبدأ بالرعب النفسي، مسلسل عين سحرية. قاعد هنا وسايبني مستنيك؟ انت عايز ايه؟ تخيل لما باسم سمرة يقف قصاد عصام عمر. القصة عن عادل فني كاميرات مراقبة شاف جريمة قتل ما كانش المفروض يشوفها، ومن هنا حياته وحياة عيلته بتتحول لجحيم. بصراحة أنا مستني أشوف مين فيهم هيقدر ينجو من اللعبة دي. ومن الرعب للدراما اللي بتمس القلب، مسلسل كان يا مكان. أنت يا زوجتي فاعرف مني على ذلك أمام الشهود. الغول ماجد الكدواني راجع لنا مع يسرا اللوزي، حكاية عن أزمة منتصف العمر وعن الست لما تقرر تختار حريتها وتبدأ من جديد. عن نفسي أنا بضعف قدام تمثيل ماجد الكدواني، ومراهن إن المسلسل ده هيطلع منه مشاعر حقيقية جدا، وهيكون الحصان الأسود في الدراما. نيجي بقى لطموح الشباب، مسلسل فخر الدلتا. ممكن حد يفهمني ايه الكائن ده؟ احمد رمزي وكمال ابو ريا وصراع الاجيال. شاب بيحلم بعالم الاعلانات والاضواء بس بيصطدم بالواقع والروتين الممل. اعتقد المسلسل ده هيلمس جيل كامل وهيكون دمه خفيف وفيه رساله حلوه. دي كانت ترشيحاتي، افتكروا مين في دول هيخطف الانظار، الاثاره ولا الدراما ولا قصه الكفاح؟ مستني رايكم في الكومنتات.